رسميا زيزو ينتقل للنادي الاهلي، وانا اقسم بالله مش مصدق. يعني انا اهلاوي وما كنتش مصدق ان زيزو هيروح الاهلي والكلام ده والضجه دي. انا اقسم بالله انا وحياة ربنا يا اسطى ما كنتش مصدق ازاي حصل، بس هي حصلت. زيزو، امام عاشور، بن شرقي، جريتشار، وسام، تخيل كل دول في النادي الاهلي. يا لهوي تخيل ايه ده حصل. ويلعبوا كاس العالم للانديه. يا ده في ناس مش طايله يعني تخش البوابه، مش اقول لك بتلعبها وخدت برونزيه، مش بيخشوا البوابه. يا نهار ابيض. تاريخ فعلا على ارض انا عايز اتكلم بقى بجد شويه. معلش، العيب في الاداره، مش العيب في النادي الاهلي، ولا العيب في اللعيبه، ولا العيب في ايا كان. العيب في اداره نادي الزمالك. مش عارف يراضي زيزو، مش عارف يراضي بن شرقي، مش عارف يراضي امام عاشور. انت اللي ضيعت امام عاشور، وانت اللي ضيعت زيزو. ده كانت المشاكل كلها في زيزو. زيزو كان عايز يمضي معاك، كان عايز يكمل معاك، وانت قلت لا انا مش عارفه ايه. عمالين بتحاولوا في زيزو، ولا بطولات، ولا بتجيبوا صفقات، ولا بتجيبوا اي حاجه. فانت منتظر من واحد مثلا لما تلاقي شركه واقعه، تزعلش مني، لما تلاقي شركه واقعه فتروح سيبها وتروح لشركه احسن. صح؟ مش احنا كلنا بنعمل كده؟ بنعمل كده. فطبيعي ان انا الاقي نادي واقع اروح لنادي تاني احسن. ده اي ده بالمنطق. هيعمل ايه الراجل؟ معلش، انا مش هضيع عمري، مش هضيع صحتي، مش هضيع فلوسي، مش هضيع وقتي عشان خاطر نادي مش بيقدرني، او علشان خاطر نادي مش عايز حتى يجدد لي، او مش مستقر حتى انه يجدد لي، او عليه ديون كل ده، ومنتظر ان الثلاثه دول يبقوا قاعدين معاه. طب ليه؟ وعلى اساس ايه؟ بالرغم ان في نادي تاني جايب له عرض قوي، عرض ما يتوصفش، وبيقول له تعالى وكمل معانا، وهتلعب كاس العالم للانديه، وهتعمل وهتاخد افريقيا، وهتاخد كذا وهتاخد كذا وهتاخد كذا. فشيء طبيعي انه يسيبك. عارف يا اسطى الحرقان؟ ان عملوا الاعلان بعد لما الزمالك خد كاس مصر، اللي هو بص يا اسطى، انا هكيفك، اللي هو انا مش هسيبك. ازاي اسيبك تفرح يا اسطى؟ ازاي انا اخليك كده تفرح؟ انا هعكنن عليك، انا هطرشم لك ام الليله دي، اللي هو بص انا مش هحلك. يعني بجد يا جمهور، يعني بجد بجد يا دارة، سيبوا الناس في حالها. انا اهلاوي بقول لك سيب الناس في حالها. انا تعبت. تخيل كده ان لعيب زي زيزو كده، تخيل ايه ما حصل زي زيزو كده. انت متخيل الزمالك؟ يعني واحد مشجع زملكاوي يبقى المشهد ده، يا لهوي يا لهوي يا اسطى، حاجه تحزن. اللي هو انا خدت كاس مصر، لا خد، اللي هو انا بديك. على العموم الف مبروك علينا، ابننا زيزو خلاص بقاش ابنكم، خلاص بقى انسى وخد البنسة. وربنا يدينا يعني ندوبه في عرق العافية. انت واخد بالك؟ انا مش عارف اقول في الاوقات الجميلة دي ايه، بس الصراحة كنت عايز زيزو معانا بصراحة، ما تزعلش مني. وبس.